على درب شهداء الشعب المغربي. تحية المناظرين الشرفاء، تحية المعتقلين السياسيين الذين لا تهتز قناعتهم. تحية إليكم جميعا طلبة الطالبات، تحية إليكم رفاقي رفيقاتي في فصيل الطلبة القاعدين. نحن اليوم نتواجد بينكم، ولنا الشرف أن نتواجد من داخل هذه القاعة التي زارتها جماهير طلابية مكثفة من أجل متابعة مثل هذه الندوات العلمية. تحية إلى فصيل الطلبة القاعدين على استضافته لنا من أجل هذه الندوة العلمية. تحية لكل المناضلات والمناضلين الشرفاء الذين يدافعون على مكتسبات جماهير شعبنا عامة وجماهيرنا الطلابية بشكل خاص. لدينا دعوة فصيل الطلبة القاعدين في موضوع فعلا، في موضوع المرحلة، في موضوع يجب على كل الطلاب والطالبات من أجل النقاش فيه والتداول فيه بدقة حتى يتسنى لهم جميعا من أجل السير قدما في تحسين مكتسباتهم الديمقراطية والنقابية. إطاركم الممثل الشرعي الوحيد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، النقابة الطلابية التي من أجلها استرخصت دماء مجموعة من الطلبة ابتداء من الاستشهاد، وخصوصا هنا أقصد استشهاد دريدي مولي وبالهواري مصطفى إثر الإضراب عن الطعام الذي فاق 50 يوما من داخل سجون الذل والعار. هنا كذلك أقول الطلبة والطالبات الذين استرخصوا دماءهم من أجل ترسيخ مواقف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في قضايا أممية، في قضايا متعددة. وهنا أقصد استشهاد الرفيقين من داخل موقع فاس عادل الرشاوي وكذلك زبيدة الخليل. كذلك رفاق الرفيقات الذين استرخصوا دماءهم من أجل تحسين تراث الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كذلك أقصد هنا نعطيهما لموقع وجدة وكذلك التجهيز وحمد عيسى من أجل التصدي لهجمة الشرسة التي خلطها القوى الظلامية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. بين أيدينا موضوع للنقاش، موضوع للتداول، موضوع من أجل أن نحاول أن نصل إلى خلاصات نقاشها، وهو موضوع إعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وتحسين مكتسبات الطلابية رهين بترسيخ الفكر الثوري من داخل الجامعة المغربية. بالتالي في البداية يمكن أن نسرد عليكم مجموعة من الخطوط العريضة لهذا الموضوع، وبعده يمكن أن تفتح أبواب النقاش، أبواب المداخلات، التداول أكثر وتدقيق النقاش، لأن بالنقد والنقد المضاد تتدقق الفكرة كما علمنا رفيقنا مهدي عامر. وبالتالي سنبدأ بتلاوة النقاط العريضة كما قلت قبل أن يفسح المجال للنقاش لكل الطلبة والطالبات، لكل المناظرين والمناضلات الشريفات، لكل رفاقنا ورفيقاتنا. أولا سنحاول أن نناقش الموضوع في نقطة أولى، ألا وهي ما هي المبررات وما هي الأسباب التي كانت وراء اختيارنا لهذا الموضوع. النقطة الثانية هي ضرورة التوقف من الهجمة الشرسة
السياسة التي يشنها تحالف النظام والظلام على الجامعة المغربية، والتي تستهدف اجتثاث منبع تفجير الطاقات الثورية وشن مسار تغيير الثوري. النقطة الأخيرة في الموضوع: كيف نحسن مكتسباتنا ونعيد بناء أوطن، ومع من يمكن النضال في سبيل تحقيق هذا الهدف. سنتلو عليكم وبتدقيق مضمون ومحتويات هذه الفقرات الثلاث. المبررات الموضوعية لاختيار عنوان موضوع النقاش يمكن إجمالها على الشكل التالي: أولاً، إعادة بناء أوطن هي الحلقة المركزية في نضالات طلب القاعدين منذ إفشال وفشل المؤتمر الوطني السابع عشر كما تعرفون 1981، وهو ما تم التأكيد عليه في التحليل العام والإجابة العملية على أزمة الحركة الطلابية المقدم شرحها الإسهام في وجهة نظر 1984 عقب استشهاد الرفيقين البطلين الطالبين القاعدين الهواري مصطفى والدريدي مولاي بوهكر. ثانيا، إعادة بناء أوطن ليس غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحصيل المكتسبات الطلابية، فبدون نقابة منظمة ومهيكلة وطنيا لا يمكن مطلقا تحصيل المكتسبات الطلابية والدفاع عنها في اتجاه تثبيت المتحصل منها وانتزاع المزيد من المكتسبات. وفي هذا الصدد أذكر بالتصريح التاريخي لرئيس المنظمة الطلابية أوطن المؤتمر الوطني الخامس عشر، وهو رفيقنا الذي ما زال صامدا رغم المعاناة، رغم المرض الذي يصارعه، الذي كان السجن السبب الحقيقي وراء هذا المرض، وكان التعذيب وراء هذا المرض، الذي أكد فيه أن التراجع على رفع الحظر القانوني عن المنظمة ليس مكسبا بقدر ما هو تراجع ينبغي تحويله إلى مكسب بواسطة النظام وفرض اختيارات الطلاب لا غيرها. وبالمناسبة أيضا أجد نفسي مضطرا للحديث عن كيف يتصور ماركس اللينيني مسألة تنظيم الطلاب، أي كيف ينظر القاعدة الذي هو امتداد تاريخي وفكري وسياسي للطالب الجبهوي إلى مسألة التنظيم. هنا نجد من داخل إحدى فقرات وقرارات المؤتمر الوطني الخامس عشر فقرة مهمة معنونة بمفهوم التنظيم، جاء فيها: إن التنظيم ليس إلا وسيلة لتطبيق خط السياسي والنقابي للمنظمة الطلابية ونقلها من مجرد شعارات إلى التطبيق الملموس. وعندما يتحول هذا التنظيم من كونه وسيلة لتطبيق البرنامج النضالي إلى غاية هدفها الاحتفاظ بالهياكل وضمان استمراريتها، فإنه يفسح المجال لنمو البيروقراطية ولإفصال الأجهزة القيادية عن القواعد، وبالتالي يؤدي إلى زرع الشلل بالمنظمة وصرف القاعدة الطلابية عنها. ثالثا، وفي نفس المحور، استحالة تصور إمكانية تحسين المكتسبات الطلابية وبناء أوطن في غياب فصيل مكافح يناضل في سبيل تصور بديل مغاير لكل ما هو سائد، فبدون وجود فصيل يمارس الصراع الإيديولوجي والنضال النقابي انطلاقا من مرجعية ثورية وعلى أسس فكرية ماركسية لينية، يستحيل تحصيل مكتسبات الطلبة أو التفكير في إعادة الأقواج أوطن. ولكم في بعض المواقع الجامعية كالرباط والدار البيضاء الدليل الساطع على ما نذهب إليه في هذا الصدد. المحور الثاني كما قلنا ضرورة التوقف من الهجمة الشرسة التي يشنها النظام والظلام على
على الجامعة المغربية، والتي تستهدف اجتثاث منبع تفجير الطاقات الثورية وشل مسار التغيير الثوري. نناقش في هذا المحور ونبدأ بما يلي. لو حاولت أن أختار إحدى الجمل التي تثبت وجهات الرأي ورسالة الحكم لدى الرفيقين لظللت تائها وسط الكم الهائل الذي خلفه من الأقوال المأثورة والحكم البليغة، لكن نظرا لما يحدث الآن في وسط جامعتنا المغربية وفي عمق حركتنا الطلابية التي طالما كانت ولا تزال أهم مواجهة لتفجير التناقضات بين النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي الممثل للتحالف الطبقي المسيطر وبين التحالف الطبقي الثوري النقيب، وذلك على مستوى التعليم وتحديدا منذ الانتصار التاريخي لفكر الكادحين داخل هذه المنظمة الطلابية العديدة، حين اختار الطلبة عن حب وتوعي تبوء الجبهويين المشكلين للجبهة الموحدة للطلبة التقدميين رئاسة المؤتمر الوطني الخامس عشر، معلنين رفع الشعار التاريخي لا إصلاح لا رجعية قيادة ثورية. فإني سأختار بلا تردد العبارة التالية: اللا موقف يخدم في أغلب الأحيان الفئات الرجعية. فلنتأمل معا ولو قليلا هذه العبارة الصغيرة من حيث عدد الكلمات المكونة لها والكبيرة جدا، الواسعة العريضة الشاسعة من حيث المعاني والدلالات، ولينطلق كل واحد من ذاته كبنية مستقلة قائمة بذاتها بغض النظر عن الانتماء أو التموع أو التعاطف، ولنستخدم بقوة المؤامرات الدنيئة في الظرفية الحالية ضد آخر قلاع الصمود والمجابهة والتحدي والإصرار على مواصلة النظام والمسار من أجل تخريج الأطر الثورية المكافحة المناضلة قصد شق طريق التحرر والتغيير الثوري. أقصد قلعة الجامعة المغربية باعتبارها حاضنة مختلف شرائح وفئات الشعب المغربي الكادح، ومن ثم فإنها المصدر الطبيعي لاحتضان من يختار فكر الطبقة العاملة، وبمثابة المرشد الحي للعمل قصد النضال وبناء مجتمع إنساني بديل لما هو معاش حاليا. إذن لو تأمل كل منا ذاته وتساءل ما موقفي من الذي يجري في مصلحة من وضد مصلحة من، كيف للذي يجري أن يجري بهذه الكيفية الفجة دون غيرها، ولماذا يجري وما يجري في الوقت الراهن تحديدا، وما هي الانعكاسات التي ستنتج في النهاية إن لم أتموقف نهائيا. كلها أسئلة مشروعة وباب تناسلها مشروع على آفاق مجهولة تماما، كما هو الحال بما يجري حاليا من مؤامرات دنيئة يراد لها أن تكون آخر الحلقات من شن الأعداء ضد الفكر الثوري المادي، فكر الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وهنا نقصد الفكر الماركسي اللينيني. لست بحاجة إلى رسم صورة وردية للنظارات الماركسيين اللينيين داخل أسوار الجامعة أو خارجها، لأن تاريخهم المشرق في هذا الصدد ينتصب عملاقا بقامته وهامته، ولا يحتاج سوى نبش طفيف في الذاكرة من أجل الاطلاع على حجم التضحيات التي تجاوزت الاعتقالات والسجون لتبلغ حد الشهادة، وما بكمال حساني ببعيد عنا. ولم يحدث يوما رغم تاريخ العنف الطويل داخل الجامعة المغربية أن تسبب قتل منتسب ما للتيار الماركسي اللينيني في إراقة دم طالب أو طالب، لأن الفهم العلمي الذي يؤطر مجموع نضالاتنا الثورية داخل الجامعة المغربية وخارجها لا يميز بين طالب وآخر أو عامل وآخر أو إنسان وآخر رغم الانتماء إلى ضفة النقيض.
والاصطفافات والانتماءات الطبقية في المجتمع ينقسم إلى طبقات واقع مادي ملموس لا يمكن التعالي عنه أو تجاوزه، إلا أن النضال الثوري للطبقة العاملة لا يستهدف تحرير هذه الطبقة المقهورة فقط، وإنما أيضا تحرير باقي الطبقات والقضاء على الاستغلال أينما وجد. من هنا فإن ما حققه الماركسيون اللينينيون عبر تاريخ نضالهم الطويل داخل الجامعة المغربية لم يطالبوا بأن تظل الاستفادة منه حكرا على من يرفع شعار الماركسية اللينينية اختيار وهوية، بل هو ملك لكل من ينتمي إلى الجامعة المغربية. هو ملك كما قلت ينتمي إلى الجامعة المغربية. لذا فإن مسألة الحياد وعدم التوقف لا تخدم الطالب مطلقا، بل هي هدية أخرى يمكن أن تمنح للنظام الرجعي القائم بالبلاد. التلميذ النجيب لمراكز القرار على المستوى الأممي من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والذي يصر على أن يدفع بتطبيق المخطط الطبقي للتسوية والتخريب الميثاق الوطني إلى أبلغ نهايته، إذ لم يتبقى تقريبا سوى فرض الرسوم على التسجيل السنوي للطلبة والطالبات خلال كل موسم دراسي. ونظرا لكون الصوت الماركسي اللينيني لا يزال موجودا يصلح بالنضال والتمرد والتعبئة للتقي الرجعية والظلام والنظام، فإنه لا بد من الرفع من وتيرة السعر الفاشل ضده بتلفيق التهم. هي موضة أخرى من الهجوم الرجعي تمتد وتشتد لتصوير المناظرين الشرفاء المخلصين لقضايا الطلاب على أنهم لصوص وقطاع طرق يزرعون الرعب والخوف في صفوف الطلبة، تماما على غرار نفس الطريقة التي حكمنا بها، إذ يصر النظام الوطني الديمقراطي اللاشعبي بالبلاد على السير في نهج قمع المناظرين دون الاعتراف بهم كمعتقلين سياسيين، وهو ما نظن ضده طيلة فترة تواجدنا داخل المعتقل بشتى أنواع النضال الممكنة، بدءا من الإضراب عن الطعام وإلى غاية تسجيل انتمائنا الحقيقي من خلال البيانات التي أصدرناها أو بعض المقالات التي وجدت طريقها إلى النشر وخرجنا إلى العموم باعتبارنا مناظرين ماركسيين لينينيين قدمنا تضحيات في سبيل التغيير الثوري المنشود على أرضية الفكر الماركسي اللينيني ولا شيء آخر غيره. إننا لا نرى أي فواصل بين الحركة الطلابية والحركة الجماهيرية بشكل عام، لكونها جزء من كل ما هو يعني أن نفس الآليات تنطبق في مجابهة هذه التحركات الشعبية من طرف قوى الرجعية، فكل ما يحاول ضد الطلاب هو نفس النوع على ونفس الدرجة من الدسائس التي تحبط ضد الشعب الكادح المكافح بأسره. إذا فالقادم من المؤامرات سيكون أسوأ لا محالة. وهنا نطرح بعض الأسئلة التي قد تبدو سهلة الجواب عليها هين، لكن جوهر ما يفقع الأعين: ما سيحمي الطلاب غير الطلاب أنفسهم؟ ما سيحصن الجامعة ويحافظ على المكتسبات غير الطلاب أنفسهم؟ ما سيحمل مشعل النضال والصمود في وجه الأعداء الطبقيين ويستظهر فعل النضال غير الطلاب أنفسهم؟ من سيبني أوطن الطلابية غير الطلاب أنفسهم؟ من سيرهق حسابات النظام الوطني اللاديمقراطي اللاشعبي والظلام غير الطلاب أنفسهم؟ إذن فالمؤامرات والدسائس التي تحاك ضد استمرار تواجد الفكر الثوري الماركسي اللينيني هي مؤامرات موجهة بالأساس من أجل تحقيق غاية واحدة ألا وهي تدمير الجامعة وتخريبها بالقضاء على الفعل النضالي المكافح. لذا فإنه تماما كما نردد دوما: إن لم نناضل نحن داخل رقعة تواجدنا وبقعة إقامتنا، وإن لم نساهم في مسلسل التغيير الثوري الشاق والطويل، فإننا لا يمكن أن نتوسل أحدا من الخارج كي يأتي ويحل محلنا
ليناضل ويثور في وجه الاستبداد والطغيان. الثورة بأيدينا، ومهمة الثور أن يصنع الثورة لا أن يستجدي ويستعطف أو يهادم ويحال. إنه نفس ما ينطبق على الطلاب إن لم يناضل الطلبة أنفسهم ويحصلوا الجامعة مكتسباتهم بأيديهم لا يمكنهم أن ينتظروا بديلا عنهم ليخوضوا معارك بالوكالة أو النيابة، لا مطلقا. فمصير الطلاب وإعادة بناء وطن وترسيخ الفكر الثوري المناضل المكافح في أيدي الطلاب أنفسهم ولا أحد غير الطلاب. المحور الثالث والأخير في النقاش: كيف نحصن مكتسباتنا ونعيد بناء وطن، ومع من يمكن النضال في سبيل تحقيق هذا الهدف. نقول من البديهي أن ينتظر متتبع النقاش الحالي في هذه الفقرة بصيغة الأشوية والحلول المقترحة لترجمة الشعار المأمول تحقيقه والمجسد في إعادة بناء وطن وتحسين مكتسبات الطلاب، لكنني رأيت صياغتها على شكل تساؤل في شقين لكي أؤكد أني لا أقدم وصفات جاهزة. لكي أؤكد أني لا أقدم وصفات جاهزة، وإنما لا تعد هذه المحاولة أن تكون بداية النقاش من أجل أن نلمس الحلول الممكنة، إذ لا وثوقية ولا إطلاقية في فرض الأجوبة. من هنا فإن الشق الأول من التساؤل يستوجب في نظر الخطوات العملية التالية: ضرورة تفجير المعارك الطلابية على أرضية ملفات مطلبية واضحة تكون موضوع نقاش جماهيري موسع مستفيض منذ بداية الموسم الدراسي، وذلك وفق الأعراف والتقارير النضالية العريقة داخل منظمتنا ومنظمتكم جميعا العديدة أوطن، وعلى رأسها الانضباط بمقررات التوجيه العام الملزمة لكل الطلاب بلا استثناء. ثانيا، ضرورة إطلاق معارك موحدة في الزمان متفرقة في المكان على امتداد خريطة المواقع الجامعية المغربية، وفي سبيل تحقيق نفس المطالب الديمقراطية والمعنوية وكذا المادية التي تهم بشكل عملي جميع الطلاب. ضرورة فرز أشكال تنظيمية جديدة يتم الإبداع في صياغتها لتتبع ومواكبة المعارك الطلابية الوطنية، وكذا التنسيق بين مختلف المواقع الجامعية انطلاقا من معمعان نضال الدؤوب والمستمر في أرض الميدان. التنسيق بين مختلف المواقع الجامعية انطلاقا من معمعان نضال الدؤوب والمستمر في أرض الميدان كما قلت، وذلك انسجاما تام مع ما جاء في المقرر التنظيمي للمؤتمر 15 للمنظمة الطلابية أوطن، انطلاقا من هدف المنظمة في الحفاظ على الوحدة النضالية للحركة الطلابية ومهمة تعزيزها يتوجه عليها تحديد أشكال تنظيماتها. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من التساؤل المطروح فإن جوابه هو نفس النصف الثاني من موضوع النقاش، فمع من يمكن النضال في سبيل تحقيق هذا الهدف نجيب عنه برهين بترسيخ الفكر الثوري داخل الجامعة المغربية، إذ لا يمكن أن نتوهم إطلاقا أي إمكان للدفاع عن مصالح الطلبة والطالبات وإعادة بناء وطن ما لم يتم ترسيخ هذا الفكر الثوري الذي هو الفكر الماركسي اللينيني ولا شيء آخر غيره. فحين نتحدث عن الوحدة كآلية من آليات العمل النضالي داخل النقابة فإننا نطلق هذا الشعار على عواهنه، فهمه وتطبيقه يتماشى مع الحيثيات السياسية والمعطيات الميدانية. فالقوى الإصلاحية التي كانت ترسم نصف الخارطة السياسي إبان فترة المؤتمر الوطني 17 لأوطن وبعدها أكدت ممارستها الرجعية وصارت في نهج التفاوض السري والعلني مع النقيض الطبقي إلى
أن صارت جزءا لا يتجزأ من آليات الاستبداد السياسي والقهر الاقتصادي والإقصاء الثقافي، فظلت وفية لأن تساوم وتخون دون أن تشفى دماء شهداء شعبنا في محطات عديدة. وهنا ما يعني استحالة وانتفاء أي مراهن للعمل مع رغم شرعية تواجدها التاريخي، إلا أن حاضرها وواقعها الحالي هو الذي يرتفع إلى مستوى التقييم وإصدار الموقف منها. وهنا لا بد من التذكير أن العمل إلى جانب هذه القوى تاريخيا من طرف الماركسيين اللينيين كان محكوما بالفضح والتجاوز الجماهيريين وليس التنسيق والمهادة. بالمقابل تعشعشت في ظروف الأزمة بعض تلاوين البرجوازية الأشد رجعية من ظلامية وشبينية. فالأولى كان الدخول إلى الجامعة المغربية ممنهجا ومنظما على أعلى مستوى للقتل والفتح وزرع فتاوى التكفير والإلحاد والمرور انسجاما مع السياسة التعليمية المطبقة في الجامعة، حيث تم إلغاء شعبة الفلسفة وما يتفرع عنها من علم النفس وعلم الاجتماع بعدد من المواقع الجامعية، وتم السماح بإحداث الشعب الشريعة والدراسات الإسلامية لضرب كل فكر نقدي وقتل روح الجدال والاستجابة التي تتميز بها الفلسفة على غيرها من الشعب الأخرى. قلت مارست هذه القوى الظلامية التقتيل والترهيب وارتكبت مجازر عديدة في مواقع جامعية مختلفة، وقد اختارت توقيتا زمنيا اتسم آنذاك بصعود نضالات الطلبة ومحاولة إعادة بناء أوطن الذي طالما اعتبرته هذه القوى اتحادا وثنيا لملاحدة المغرب، إلا إلى أن سقط على إثر مجازرها المرتكبة كل من الشهيد المعطي بوملي موقع وجدة وعيد تجيد محمد بن عيسى موقع فاس. فهؤلاء ضد المبادئ الأربعة لأوطن وأياديهم ملطخة بدماء الأبرياء من الطلبة، علاوة على عدائهم الشديد لتاريخ الحركة الطلابية المغربية وما أنتجته، فلا علاقة مع هؤلاء سوى التعرية والفضل والتصدي للدفاع عن تاريخ أوطن ومكتسبات الطلاب. أما فيما يتعلق بمن يصر على أن يتواجد في الهامش من أجل تهميش وتحريف الوعي والنضال الطلابين والذين لا يطرحون من المطالب الطلابية سوى ما يمكن أن يقل من سقف مطالب لجنة ثقافية لدى فصيل مكافئ، فإن الطريقة التي يتم طرحها بها تجعلهم يرتقون بشكل موضوعي مع الطرف النقيض على أرضية العداء للفكر الثوري المادي، وهم من يختارون أن يكونوا خصوما للجماهير الطلابية بتنحية المطالب المادية التي هي أساس كل تحرك نقابي. فما الذي تبقى إذن؟ بعض القوى الجديدة شكلا والقديمة محتوى ومضمونا التي تريد أن تسجل تواجدها بالجامعة المغربية من خلال الفقاعات الإعلامية والخطوات الفوقية البيروقراطية دون أن يكون لها أي تواجد ميداني أو امتداد جماهيري داخل الجامعة المغربية. فبعدما فشل